عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فهذه مسيرة النبيين، ولو طلعنا مسيرة النبيين في القرآن الكريم نجد أنهم كان حظهم من الدنيا قليل. فالشخص الذي يسير في هذا الطريق يجب أن يعلم أن الطريق ليست سالكة، وأنه سيواجه بالعديد جدا من المنظومات التي لخصها القرآن الكريم بالطاغوت: منظومة الأحبار ومنظومة الرهبان، سواء كانت سياسية أو منظومة دينية أو بما يسمى المعبد. لأن عملية الإقصاء عن طريق استخدام المعبد والطاغوت هي أمر قديم وليس حديث بالمناسبة. بل أنا أظن أو أعتقد أنه بدأ من ابني آدم. بل الكثير جدا ربما لم ينتبهوا على أن القاتل في ابني آدم هو الذي تقبل منه. كثير من الناس يعتقدون أن القاتل هو الذي لم يتقبل منه فقتل أخاه حسدا. ولكن لو نظرنا إلى هذه الآيات بدقة نجد أن القاتل هو الذي تقبل منه، والمقتول هو الذي لم يتقبل منه. ويمكن أن الناس تراجع هذه الآيات عندما قال له: تبوء بإثمي وإثمك. لو دققنا في انتقال الخطاب من قال نجد أن القاتل هو الذي تقبل منه وقتل أخاه بحجة أنه لا يستحق الحياة لأن المعبد لم يرضى عنه. يعني باختصار شديد قتلوا بحكم الردة. ونجد أن حتى المتقبل هنا جاء كما يسمى بالمبني للمجهول أو ما لم يسمى فاعله، فتقبل من أحدهما. فالسلطة المتقبلة هنا لا بد أنها هي ما نسميه بالكهنوت اصطلاحا، أو بسلطة المعبد أو الطاغوت أو منظومة الأحبار والرهبان. فهذا الأمر قديم قديم من ابني آدم. وبالتالي كل الذين يتصدون لهذا الأمر لا بد أن يهيئوا أنفسهم لمثل هذه المشاكل. هذه واحدة. المسألة الثانية: واحة الحوار أو هذه النافذة التي أنضم إليها الآن، أنا أعلم أنه قد سبقني العديد جدا من أساتذتنا الكرام المفكرين، ومنهم الأخ خليد، أستاذنا خليد بن عكراش، والأخ لقمان نفسه، والعديد كل من سقط اسمه سهوا. فأعتقد أنهم لم يتركوا شيئا ليقال، لدرجة أنه عانينا كثير أنا وأخونا لقمان لكي نجد عنوان يمكن أن يستفاد منه. وهذا يدل على أن الساحة مليئة جدا بالأفكار المتباينة والأفكار النيرة التي طرحها العديد من الإخوة المفكرين ومن القمم الفكرية. ولكن تعدد المناظير ليس بالأمر الهين. وهذا من الأشياء التي أنبه عليها كثيرا، أنه مهما كانت القراءة حاذقة أو أي بحث فكري يقدمه شخص مهما كان مفكرا أو مهما على كعبه، لا بد إذا تم طرحه أو تم النظر إليه من زاوية أخرى ستتوفر بعض المناظير التي لم تتوفر للباحث الأول أو لصاحب الفكرة. وبالتالي كل ما تم نقاش الموضوع والحوار حوله قدم بشكل متماسك وبشكل متزن يمكن أن يستفاد منه. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة: موضوع اليوم اللي هو عن مفهوم الحلال والحرام في القرآن. أعتقد أن الأخ لقمان قد أتى زي ما يقولوا بالملخص أو بالزبدة، وهو الاستسهال المخل والفاضح
والذي يقزز الآذان مما يقال على المنصات الإعلامية الدينية. أصبح التعاطي مع الحرام أو مع القول الحرام خاصة في برامج الفتاوى، يعني من السهل جدا أن يقول صاحب الفتوى أو الفقيه هذا الأمر حرام. بل نجد أن مسألة التحريم يمكن أن تطلق على أتفه الأشياء في التفصيلات الفقهية، وبكل سهولة الدنيا يأتي الفقيه ويقول لك هذا الأمر حرام. وهنا أنا لا أدري أصلا، أولا لا يمكن أن يكون هؤلاء الذين يتصدرون الفتاوى ويطلقون التحريم هكذا على عواهنه لم ينتبهوا على أن قضية التحريم في القرآن ضيقة جدا ومحدودة. لماذا لم ينتبهوا إلى هذه القضية وهي قضية مقررة في القرآن أن الحرام حلقة ضيقة جدا؟ زيادة على ذلك يقدم صورة الدين للناس أو صورة الفقه على أنه فقه خانق، والتعاطي معه يتم بحذر شديد. وإذا لم نبرئ ساحتهم أو إذا حبينا نتهم بنقول أن الأمر فيه شيء من القصد، ربما فيه شيء من القصد حتى تكون المعرفة الدينية محتكرة باسمه. وبالتالي مسألة حرام 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 بيعطيك إحساس على أنه أنت لا يمكن أن تتعاطى مع الفقه ولا مع الدين ولا تلج إلى القرآن الكريم إلا بمعية أمثال هؤلاء أو عن طريقهم، أو تنظر إلى القرآن الكريم بمناظيرهم. وقد ذكر الراحل المفكر الكبير له الرحمة والمغفرة سبابة الفكر وهرم البحث الراحل الدكتور محمد شحرور، إنما تحدث عن أزمة العقل العربي قال أن الإنسان العربي وعندما يتم اكتشاف شيء جديد قبل أن يسأل كيف تم اكتشافه أو كيف تم صنع هذا الشيء أو آلية الابتكار، فإنه يسأل عن هذا الأمر أي حاجة أنت دار تسأل منها حلال ولا حرام قبل ما أنت تسأل تم اكتشافها كيف أو كيف يتم الاستفادة منها. لأن مسألة الحلال والحرام التي غذي بها العقل الجمعي المسلم أصبحت قيود مكبلة جدا لا يمكن الانفكاك منها بسهولة. بعد هذه المقدمة نجد أن القرآن الكريم ذكر آيتين خطيرات جدا، والمفترض أي فقيه أو أي باحث يقف عند هاتين الآيتين يجب أن يتحرز وينتبه على أن مسألة الحلال من الخطورة بمكان، وهي قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وبالتالي لمجرد قولك هذا حلال وهذا حرام وليس لديك من الله برهان فأنت تفتري على الله الكذب، وبالتالي النتيجة الحتمية لن تفلح، ولن تفلح هذه مطلقة، لن تفلح لا في دنيا ولا في آخرة. إذن كلمة حرام لا يجب إطلاقا أن لا تطلق هكذا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي آية أخرى يقول المولى عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
إذا كلمة حرام عندما تخرج من فمك أو من فمك لا بد أن تمتلك إذن من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الموضوع مغلق، لا يتم الدخول إليه إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. يعني كلمة حرام إطلاقا ليست بالأمر السهل. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وبالتالي الإذن هنا من الله فقط. كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين لك الحرام. يعني ما تقول لي اجتمع الفقهاء، ولا تقول لي هذا رأي الجمهور، ولا تقول لي ما أعرف هذا رأي الصدر الأول من الصحابة، ولا تقول هذا اجتمع عليه مالك وخالفه الإمام الشافعي. هنا لا شافعي ولا مالك ولا غيره. الحرام يحتاج لإذن من الله سبحانه وتعالى فقط وفقط لا غير، لأن دائرة الحرام ضيقة، وما عدا ذلك من المباحات هو الذي يأتي فيه التقييد. وبالتالي التقييد يتم بصور متعددة، أما الحرام له صيغة واحدة فقط، هو عندما يقترن بالفعل حرمه، أو يأتي أو يفهم بالمقابلة. عندما يقول مثلا الله سبحانه وتعالى أحل لكم، عندما يقول أحل لكم يفهم بالمقابلة أن المقابل لذلك حرام وإن لم يأتي باللفظ، ويجب أن لا يساوى أيضا في منزلة الحرام الصريح. يعني مثلا عندما يأتي أمر وفيه تحريم مباشر من الله سبحانه وتعالى، حرمت عليكم الميتة، وأجد أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وبالتالي أستنبط أن مسألة الرفث في نهار رمضان جاءت مقابل الحلال، وبالتالي هي حرام. نعم يفهم ذلك، لكن السؤال هل يرتقي الرفث إلى نسائنا في نهار رمضان إلى مرتبة مثلا تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى آخر الآية؟ هل يرتقي إلى تحريم الله سبحانه وتعالى في محارم النكاح؟ هل يرتقي إلى درجة تحريم السلوك، مثلا تحريم الربا وتحريم قتل النفس وتحريم عقوق الوالدين؟ إطلاقا لا يمكن أن يتساويا، حتى وإن فهمنا أن هذا الأمر محرم بمقابلة التحليل. أحل لكم معناه المقابل أنه حرام، لكن لا يرتقي إطلاقا لمستوى أن يقول الله سبحانه وتعالى لك هذا الأمر حرام. فالساحة المباح، وهنالك قاعدة فقهية حتى لا نكون نتعامل مع الفقهاء بشيء من القطيعة، أصلا ما في شخص يكون كله خطأ يعني، أو كل ما يصدر عنه غير مقبول. عندما قالوا الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرم بنص أو ما كان تحريمه قد لاح، يعني الأصل في الأشياء الإباحة. إذا ساحة المباح كثيرة جدا، ولكن وردت فيها مقيدات ليست بلفظ التحريم، وردت مقيدات، وردت حاجة اسمها النهي، وردت حاجة اسمها المنع، وردت حاجة اسمها الاجتناب. كل هذه مقيدات جاءت في ساحة المباح. مشكلة الفقه وأرباب الفتاوى زي ما بيقولوا كله عند العرب صابون، جعلوا كل هذه التقييدات هي في مرتبة الحرام، بل وجعلوها محرمات. لا عندهم فرق لا بين التحريم ولا بين النهي ولا بين الاجتناب ولا بين المنع، كل واحد حرام وخلاص. في حين أنه إذا أتينا إلى القرآن الكريم نجد الغالب العام من التوجيهات القرآنية دائما تأتي بالنهي، إما بالنهي المقرر كلفظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخر الآية. هنا قال ينهى، جاءت صريحة.
أو قد يأتي النهي باستخدام الأدوات الناهية، مثلا لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. كثير جدا من الآيات جاءت بلا النافية أو لا الناهية. هل هذا واحد مثلا؟ يعني عندما يقول مثلا، يقول لك النص لا تفعل كذا، أو يقول لك النص إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ليه هنا قال لي إن الله ينهى؟ لماذا لا يقول مثلا لا تفعل الفحشاء ولا تأتي بلا النافية؟ كل هذا يحتاج لبحث بدقة. نحن لابد أن نسأل نفسنا ليه هنا قال إن الله ينهى، وهنا وفي الآيات أخرى يأتي النهي بلا الناهية؟ إيش الفرق؟ لأن هذا القرآن الذي وصل الله سبحانه وتعالى فيه القول ببعضه هو عبارة عن شبكة مسبوكة متناهية الدقة، لا يمكن أن يغير حرف. يعني الله يعلم المصلح من المفسد أو المفسد من المصلح، ما من حقك تقدم عليه كيفك. خليك من مسألة الترادف ومسألة التطابق التي تمثل الآن القاسم المشترك بين كل المفكرين والباحثين. يعني هذه محطة يجب أن نجتازها، هي أصلا أول خنادق التي يجب عبورها للدخول إلى ساحة التفكير وساحة التدبر، أنك تنفي عن القرآن مسألة تطابق الألفاظ المختلفة على معنى واحد، تطابق وقع الحافر بالحافر. هذه المسألة قتلت بحثا، وهي مسألة قديمة. أصلا هي كانت مسألة خلافية بين اللغويين من القرن الرابع، كانت مسألة خلافية. ولكن ما يعاب عليهم، ما يعاب على الفقهاء والمفسرين وعلماء الأمة، أنهم تعاملوا مع هذه القضية كخلاف معتبر. يعني ما دايرين يتحملوا المسؤولية، أو نحن باللهجة السودانية نسميها الفسالة، يعني تكون واضح على أنه تقول هذه الجهة على خطأ. ما دايرين يتحملوا الموضوع ده. ما تعرف الأمر هو هل من باب القداسة، من باب الخوف، عايشين عقدة الانهزام الداخلي، السبب شنو ما تعرف. فكل خلاف، يعني تجد مثلا في منظومة التفاسير قيل وقيل وقيل وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، تجد ممكن 5 أقوال عن قضية مثلا، وهمت به وهم بها ب4 كلمات، وهمت به وهم بها، قال ابن عباس قال فلان قال فلان قال فلان وقيل. يعني بعد ما يقول لك فلان ثاني يبني لك للمجهول، يقول لك وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. هي كلها 4 كلمات فقط، وبيعتبروا أنه هذا الأمر، هذا الخلاف نوع من الإثراء. لكن هنالك خلاف يجب أن يحرر، مثل هذه القضية يختلفوا. لكن ما ممكن أن تعتبر الخلاف التناقض بين مدرستين متناطحتين، تعتبر له خلاف معتبر وتقفل الباب أو تجعل الباب مواربا، وتقول لي والله هؤلاء علماء وهؤلاء علماء، وتأتي وتقول هذه القضية وقع فيها خلاف كبير. يا سيدي أنا عارف خلاف كبير، ما هو الحل؟ الخلاف هنا ليس خلاف تنوع، وإنما هو خلاف تضاد. خلاف التضاد لا بد أن يحسم، ما عندك خيار، لا بد أن يحسم. واحد فيهم على خطأ. ليش؟ لأن القرآن الكريم جعل المعيار الأساسي والوحيد لإثبات انتساب هذا النص إلى الله سبحانه وتعالى أنه يخلو من الاختلاف. ما في معيار، يعني ما في معيار أحالنا له القرآن الكريم لكي نثبت ألوهيته. لم يحيلنا إلى الإجماع، ولم يحيلنا إلى التواتر، ولم يحيل إطلاقا. أصل القرآن الله سبحانه وتعالى ما قال لك اقتنع بكلامي أو أؤمن بكلامي عشان أنه جاء بالتواتر، ولا قال لك على أساس أنه الأمة أجمعت عليه، لا، أحالت إلى معيار واحد. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا المعيار الأساسي اللي بيدفعك على أنك تؤمن أو تقتنع بأن هذا الخطاب كلام الله سبحانه وتعالى، هذا المعيار يجب أن يقوم على خاصية الفحص الذاتي، تفحص النص نفسه من غير أي نوع من القداسة.
إذا فيه اختلاف، وطبعا نفي الاختلاف ينفي معه التناقض ضرورة. كل من لا اختلاف فيه لا تناقض فيه، كل من لا اختلاف فيه بالضرورة لا تناقض فيه. فعندما يكون هنالك أمر فيه تناقض يجب أن لا يكون هذا الخلاف معتبرا. أنا ما داير أدخل في قضية المناهج التي قتلت بحثا، وقدم الناس فيها الكثير من الأمور ووضحوها بما فيه الكفاية. فهذا الخلاف من القرن الرابع ترك هكذا بين مدرسة أبي منصور الثعالبي الذي ينفي، هو يسمونه بالترادف، وكلمة الترادف ليست دقيقة. كلمة الترادف أنا طبعا أؤمن بأن القرآن فيه ترادف، بل من جماليات القرآن وجود الترادف. والترادف هو تتابع صفتين أو أكثر على ذات واحدة مع الاحتفاظ لكل صفة بشيء من فارق الدلالة والمعنى. يعني الترادف لا يعني التطابق. الذي يجب أن ينفى هو التطابق التام والتماثل التام، أي لفظتين في القرآن أو أكثر يتماثلان يتطابقان على معنى واحد تطابقي، وقع الحافر على الحافر، بحيث لللفظ يمكن أن يحل مكان الآخر ويؤدي جميع معنى كما ذكروا هذا باللفظ. يعني المدرسة الأخرى مدرسة أبي سحلة الإعرابي والفيروزبادي صاحب القاموس المحيط وغيرهم قالوا أن الترادف موجود، وهم يعنوا بذلك التطابق، وبيقولوا أنه طالما أنه موجود في لغة العرب والقرآن نزل بلغة العرب إذا معناها موجود. يعني تعاملوا مع الموضوع الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر. والمدرسة الأخرى مدرسة الثعالبي وابن جني وأبي هلال العسكري والراغب الأصفهاني والعديد، وإن كانت مدرسة قليلة، هي التي تنفي مسألة التطابق لا في القرآن ولا حتى في اللغة. بل يا جماعة وصل البحث مرحلة على أن حتى اللغات الأخرى، اللغة الإنجليزية أو الألسنة الأخرى المفترض يكون ما فيها تطابق، فخليك من القرآن. بل قد تتفاجأ أنه ابن تيمية عندما جاء تكلم في مقدمة التفسير عن هذه القضية قال: أما الترادف في اللغة قليل، وأما في القرآن فإما نادر وإما معدوم. لكن لما نجد البيان بالعمل والواقع المعاش في منظومة التفاسير كلها، كل التفاسير الستة المعروفة المشهورة التي أطرت عليها المنظومة الفقهية، هي اشتغلت على أن القرآن فيه تطابق، من هنا بدأت الكارثة أنه ما في حد يفرق لك الفرق ما بين النهي والمنع والتحريم وغير ذلك، لأنه كله موضوع واحد. يعني لأننا أخذنا مسلمة أن القرآن نزل بلغة العرب، ولم ندرك أن لغة العرب هي لغة اتفاقية اصطلاحية يقوم فيها المعنى على الاتفاق وعلى الشيوع، وهذا ما ينافي علم الله سبحانه وتعالى أساسا. يعني لا يمكن المعنى في القرآن أو في اللفظ القرآني يؤخذ من الشيوع أو يؤخذ من الاتفاق أو ما تكاثر عليه الناس. لا بد أن يكون معنى قصدي يحمل دلالته باستمرار، تكون الكلمة مقصودة بذاتها، والمعنى قائم على حركة الحروف الفيزيائية أو صوت الحرف نفسه. وصوت الحرف يجب أن يكون مستقى من الطبيعة كصوت، تم ترميز هذا الصوت بخط معين هو ما نسميه بالحرف. إذن يا أحباب هنا تكمن الأزمة الحقيقية هنا. إذن عندما جاءت منظومة التفاسير والمنظومة الفقهية وكانت المقدمات غير سليمة، أصبح النتائج محكوم عليها بالفشل. ومن تلك اللحظة نحن وقعنا في هذا الخندق ولم نستطيع الخروج منه إلا في هذا الزمن، حيث سخر الله سبحانه وتعالى لنا هذه الوسائط وهذه التكنولوجيا التي قربت المسافات وجعلت العالم كقرية واحدة. وبالتالي منظومة
الكهان ومنظومة المعبد، منظومة الطاغوت هذه لن تستطيع أن تحتكر الحديث باسم النص الديني إطلاقا، لن تستطيع. أصلا قبل الوسائط وقبل الاتصالات ما كان هنا، لم يكن هنالك سبيل بأن تقدم قرايتك أو تلج إلى هذا النص وتقول أيها الناس أنا تدبرت في هذه القضية أو بحث، إلا أن تمشي إلى المؤسسة الدينية المعروفة، وهي بتسوقك إلى حيث تريد. أما الآن لا، ما شاء الله، على الزوم، على التيك توك، يمكن مقطع من 3 دقائق يغزو آلاف المتابعين، وبالتالي السيطرة على الأفكار منذ هذا اليوم أو في هذا الزمن أصبحت مستحيلة، لا يمكن أنك تسيطر على الأفكار. وبالتالي أمامهم خيارين، يعني إما أن ينزلوا إلى هذه الساحة ويتدرعوا أسلحتهم بالدليل والبرهان ويناطحوا هؤلاء الشباب الواعي ذو العقلية المتفتحة، وإما أن يمكثوا في هذه القصور العالية ثم يأتي الطوفان من تحت، ما في خيار ثاني. أعذروني أيها الأحبة، إذا نعود إلى موضوعنا، نأتي إلى مفهوم الحرام. وزي ما قلنا مفهوم الحرام يا جماعة من القضايا التي تكلم فيها الدكتور الراحل محمد شحرور، اللي هو 14 محرم 16 محرم. أنا خلوني أقول المحرمات كذا بالعدد، أنا أرى هذا الكلام غير دقيق، يعني ما تقول لي 16 أو 17. ليش؟ لأنه في سياقات يفهم منها التحريم بالمقابلة زي ما ذكرت لكم. طيب أنت هل حتدخل في ساحة المحرمات والله لا؟ هل ستدخلها في ساحة المحرمات أم لا؟ هذه قضية. زيادة على ذلك أعطيكم نموذج. مثلا عندما قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أنا حرم الله سبحانه وتعالى علي نصا أمي. طب وين النص الحرم على أمي نكاح ابنها؟ طبعا هل في حد ممكن يقول أنه النص خاطب مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، خاطب الذكر، لكن نسي أن يخاطب المرأة بتحريم نكاح ابنها؟ ما في عاقل بيقول كده. لكن طيب تجيبه من وين؟ وبالمثل ما عن طريق المقابلة ده. دي المسألة فيه واضحة أكثر من المقابلة. كيف؟ لأنه عندما قال مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، فلنفرض تقول أنه النص ما خاطب أمك، على أساس أنه يحرم عليها النكاح من ابنها، ما هو التحريم حينتظر هنا عند الابن. نفهم هذه القضية، لأنه أنا وجدت بعض الإخوة أثاروا هذه القضية، قالوا كيف طيب وين النص الحرم على الأم أن تنكح ابنها؟ بقول لي يا أخي ما مشكلة، حتى لو النص ما قالوا لك صريح التحريم ننتظرك هنا. أنت بتفتكر الأم الله ما خطأ وما قال لا ابنك حرام، خلاص فكها خلاها تمشي. أول ما تجي عند الابن لكي تنكحه باعتبار أن الله لم يحرم عليها ذلك، سيقول لها الابن إن الله حرمك علي. إذا هذا ليس تحريم بالمقابلة، هذا تحريم صريح، لكن سبك القرآن ودقته جعل هذا الأمر متوازي مع التحريم الصريح، وهو تحريم صريح، لكن سبق القرآن ودقته ما ذكروا لك نص. يعني مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، وحرمت على الأمهات نكاح أبنائكم وإخواتكم، وحرم على الإخوات نكاح إخوانهن. ما ممكن النص يقول لك كده. يعني الخطاب القرآني لا يمكن أن يأتي بهذه الطريقة. ليش؟ لأنه يا جماعة خطاب دقيق، ونحن ندرك أن هنالك علاقة وطيدة جدا بين سعة المنطوق أو الملفوظ والمعنى المحمول في هذا الملفوظ، في علاقة تربطهم. فكل ما اتسع ملفوظ الشخص وقل المعنى أو المفهوم المحمول، أصبح الإنسان ثرثار ومزعج.
وما عنده موضوع. يعني لو في شخص يعبر عن معنى بسيط بكلام كثير، نحن في السودان بيقول لك الزول ده معاط، الزول ده ثرثار يا اخي مزعج، لا يمكن انك تتحمله، لانه بيقول لك يا اخي كلامه ما فيه ثمره. ومنهم من شبهوا بكد الدوم، هو الشخص اللي بياكل الدوم قال ياكل قمطار بتاع خشب. النكته منسوبه للمصري. قال انه شاف واحد بياكل في دومه، فقال له يا اخي انت تاكل قمطار بتاع خشب عشان وقيه بتاع السكر. الشخص الكلام كثير والمعنى بسيط، هذه مشكله. وفي المقابل عندما يتسع المفهوم والمعنى على سعه المنطوق الملفوظ، يصبح الشخص بليغا. من هنا نحن نقول أن النبي أعطي جوامع الكلم. يعني إيه جوامع الكلم؟ التعبير عن المفهوم والمعاني الكبيرة بألفاظ محصورة ودقيقة. إذا أخذت هذه القاعدة وأنزلتها على النص القرآني